اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم حبايبي في قناتكم قناتنا أرياف ومدن. حلقتنا النهاردة حلوة جدا وسهلة جدا إن شاء الله وممكن نتعلم منها حاجة. طريقة تطييب الكاكا أو تسوية الكاكا في البيت. لو انتي جايبة الكاكا بتاعتك ناشفة زي ما أنا جبتها كده، طبعا جايبينها من السوبر ماركت، ملفوفة في استرتش غذائي، مش عارفين طبعا هي مستوية ولا لأ، منقدرش بقى ندوس عليها والكلام ده. طبعا الكاكا بتاعتنا او الكاكي بتاعتنا زي ما بيقولوا يعني ناشفة معانا زي ما احنا شايفين كده. طبعا الكاكا طعمها حلو جدا جدا، يعني قريبة جدا للمانجا. الناس اللي ما جربتهاش جربوها، هي حلوة قوي. شايفين بقى انا بضربها بايدي ازاي، ناشفة جدا جدا، يعني انشف من الطماطم بكتير، متخيلين؟ فهنشوف عندي طريقتين بقى هنسوي بيهم الكاكا بتاعتنا او او الكاكي، يعني حاجة من الاتنين يعني. شايفين بقى مع بعض ناشفة جدا. لو اول مرة تشوفي قناتنا ارياف ومدن، اشتراك في القناة ولايك للفيديو وتعليق حلو زيك. طبعا الطريقة الاولى معانا بقى، يلا بينا نشوف الطريقتين بتوعنا. الطريقة الاولى بتاعتنا هنجيب طبق كده، هما كانوا طبقين في بعض، انا اخدت واحد يعني. هنبدأ نحط دول في الفريزر بالشكل ده، يعني بدون اي حاجة، يعني هنشيلهم نحطهم في الفريزر لتاني يوم او لمدة مثلا تقريبا نقول 7 ساعات. دي الطريقة الاولى معانا. وطبعا انتي لو حابة تخزنيها خزنيها بالطريقة دي، يعني ما تقطعهاش ولا تشيلي اللحمة بس وشيلي القشر، لا لا. الطريقة التانية معايا بقى، بنحطها في الطبق او بنشيلها من الطبق، مش هتفرق يعني. وبجيب عندي بقى عشان بس الصوص يبقى مع الفيديو، عندي دفاية او عندي بطانية، حاجة تقيلة كده او ممكن حاجة صوف، اي حاجة يعني. عندي دفاية كده تقيلة، هبدأ اجيب الكاكا بتاعتنا وابدأ الفها فيها، وكل يوم ابص عليها. بس طبعا احنا في جو شتاء وبتاخد وقت طويل جدا، يعني انا بعد ما كملت تصوير الفيديو قعدت تقريبا 4 ايام، وما كانتش استوت قوي برضو، اللي هي درجة زي ما احنا بنشتريها بتكون طرية قوي كده وجاهزة للاكل على طول، لا. فيعني بتقعد وقت طويل جدا، فبالذات يعني الفاكهة الوحيدة اللي تشتريها مستوية بدل وجع الدماغ يعني. بس طبعا لو جاتلك هدية او جاتلك جبتيها وصدفت ان هي معاكي ناشفة قوي ومش مستوية، فاعملي الطريقة دي او الطريقة التانية. بس طبعا هنشوف العيوب والمميزات بتوع الطريقتين علشان يبقى لمينا الفيديو من جميع النواحي يعني. طبعا احنا بعد ما عدينا 5 ايام زي ما قلت لكم، دي بقى اللي طالعه من الفريزر تلج لسه اهو، بتطلعيها تفك كده شويه. وطبعا انتي لو هتعمليها عصير اعملي يعني ابدأي اغسليها او اقطعيها نصين وابدأي حطيها في الخلاط وعليها سكر وميه، وهتبقى عصير وهتبقى زي الفل. عيوب الطريقة دي يا جماعة ان الكاكا بتاعتنا ما استوتش، هي مجرد ان هي طريت بس. لكن طبعا انتي لو هتاكليها كده هتحسي بلسعة في لسانك، او عارفين انتوا اللي هو بقك هيكلبش كده. دي في الطريقة الاولى اللي هي بتاعة الفريزر. الطريقة التانية بقى اللي هي انتي بتطيبي الكاكا او بتسويها في حاجة تقيلة وبتلفيها مدة كام يوم، دي طبعا افضل. شايفين لسه معايا برضو كاكا ناشفة لمدة 5 ايام، انتوا متخيلين؟ يعني الموضوع طويل قوي بصراحة. لو صيف هتستوي اسرع. طبعا هنشوف بقى هندوق الكاكا بتاعتنا ونشوف الطريقة اللي هي افضل في الطعم علشان يبقى الفيديو معانا مكتمل. هناخد واحدة من اللي احنا مطيبينها ولفينها بقى في الكوفرتة. شايفين هي مش مستوية قوي برضو، بس في حتت مستوية وحتت لسه ناشفة. شايفين بقى معايا الحتت الناشفة دي بقى بتلسع في البق كده، فمش لطيفة خالص.
محتاجة ان هي تستوي اكتر. وطبعا لو استوت اكتر من كده بتبدأ تدود، يعني بيبقى فيها دود ومتبقاش لطيفة خالص. فالافضل ان انتوا هاتوا الكاكا بتاعتكم مستوية جاهزة على الاكل. طيب تعالوا نشوف بقى الطريقة التانية اللي هي بتاعة الفريزر. شايفين القلب بتاعها من جوه عامل ازاي؟ هي طرية لكن القلب بتاعها ما استواش، اللحم بتاعها نفسه ما استواش. فطبعا بتبهدل البق بصراحة انتي لو هتاكليها كده، او هتعمليها كمان عصير هتحسي برضو بلسعة في اللسان كده او في البق اثناء شربك للعصير. فطبعا ابعدي كل البعد عن الكاكا اللي هي مش مستوية، هتاخد معاكي وقت في تطيبها. اذا كانت في الفريزر طبعا بتاخدش كام ساعة، بس يعني بتبقى زيها زي اللي مش مستوية. هي بس الفكرة ان هي بتبدأ تطرى معاكي بس. والطريقة الاولى والطريقة التانية معاكو، واختاروا اللي يناسبكو. بس للأمانة يعني ان انا قلتلكو مميزات وعيوب دي ومميزات وعيوب دي، واختاروا انتوا. وفي كلتا الحالتين اشتروا الكاكا بتاعتكم مستوية يعني. سيبكوا بقى من حتة نجيبها ناشفة ونطيبها احنا، الا اذا بقى زي ما قلتلكوا جاتلك هدية او اتفرضت عليكي بشكل ما يعني. شايفين لسه معايا ناشفة جدا. هرجع بقى الفها تاني في الكوفيرتا وتقعد لها بتاع اسبوع 10 ايام، ده للامانة يعني. ده بقى لان احنا في الجو شتا، ده لان الجو شتا بقى والجو برد. كده الفيديو بتاعنا خلص. بشكركم، شكرا لكم، سلام عليكم.